ليه بحب البنجر؟ تعالوا احكي لكم القصة من الأول. زمان كانوا بياكلوا بس الورق الأخضر، وبيستخدموا الجذور أو ثمرة البنجر في الأدوية. وبعدها بدأ ينتشر في كذا صورة، لدرجة إن في أسطورة بتقول إن في الحضارة اليونانية القديمة أفروديت كانت بتستخدمه عشان تحسن شكلها وتزود جمالها. وفي حضارات تانية كان عندهم اعتقاد إن لو اتنين كلوا من نفس ثمرة البنجر هيحبوا بعض، لحد ما شيف يوناني بدأ يكتشف وصفات كتير جدا من البنجر، وبدأت الناس تستخدمه بصورة يومية. ويقال إن في حضارات قديمة استخدموه كنوع من أنواع الصبغة، ويكتبوا بيه على جدران المعابد. وغير إن البنجر لونه حلو وطعمه حلو وليه استخدامات كتير سواء في حلو أو حادق، لكن فوائده كمان كتير جدا. بيستخدموه الرياضيين قبل التمرين عشان يحسن الأداء، أو الناس اللي عندها أنيميا نقص الحديد، أو الناس اللي عايزة تحافظ على صحة البشرة والشعر. مليان فيتامينز ومضادات أكسدة، السعرات الحرارية اللي فيه قليلة جدا. قولولي لو بتحبوا البنجر، وابعتولي وصفاتكم اللي بتعملوها بيه.